التوقيت ديال الندوه الصحفيه ماشي توقيت، ماشي حنا اختارينا غير هكاك، حنا العكس اليوم اختارينا يعني باقي يوم واحد على الميركاتو بعد ما كما قلت لكم قبيله اخر الانتدابات اللي كاينه هو اللاعب زيلا بعد ما ختمنا الميركاتو بعض الروتوشات وقلتها قبيله اللي هو مروان فخر يقدر يلتحق، ما عرفتش واش كاين ولا لا جا المهم راه جاي. المهم الروتوشات الاخيره اللي هو مروان فخر اللي يقدر يوقع بصفه رسميه بعد ما تفاهمنا معاه. اولا سي الحراسه العامه، الحراسه ديال نادي الرجاء الرياضي في السنه الماضيه كانت كتكلف 600 مليون، وهذا شيء غير مقبول من الحارس الاول والحارس الثاني وزيد عليهم حتى الحارس الثالث. بما كتبتوا انتدابات وتكلمتوا على المدير الرياضي، حنا المدير الرياضي مزيان يدير انتدابات، ولكن واش ولا يخلص ولا هو اللي غيشرف على النزاع من بعد. حنا اليوم انتدابات كانت فيها لجنه تقنيه وكانوا فيها حتى على مستوى الاداره نائب الرئيس والمسؤول المالي على النادي، لان قبل ما نشوفوا الطلب التقني كنشوفوا حتى المالي عاوتاني واش غادي نقدروا ولا ما نقدروش. والمعلومه الاخرى ان هاد 600 مليون اللي تكلمت عليها غير في حراسه المرمى، مجموع تعاقدات الفريق الاول كانت 6 المليار، دي ترونش 6 المليار، وهذا هو العبث. يعني ما يمكنش فرقه بحال الرجاء تكون فيها 6 المليار ديال لي ترونش بعد ما كانت جوج ولا ثلاثه وما عرفت وصلت لاربعه مثلا، غلط شويه ولات خمسه وكيف توصل 6. راه مبلغ اللي هو كبير. غير الفريق الاول غير عقود اللي كيتوقعوا الفريق الاول شي السنه الماضيه عقد عقود 600 يعني 600 مليون ديال الجوال، وكنقول لكم انا راه 6 المليار ديال لي ترونش، وهذا شيء اللي هو يعني ما مقبولش. راه ما يمكنش ظاهر ايمن كنعيا كنبغي نسكت. والله لا حيت هادشي زعما انا شوف انا ظاهر ايمن مثلا، واش ظاهر ايمن مثلا انا فاش عرفت واحد اللاعب المهم راه معانا ورجع كيدي 150 مليون انا دخت اصلا سميتو كاع ما كنت حافظها بعد انا كاع ما يمكنش يكون كيدي 150 مليون، هادشي بزاف راه ماشي معقول. يعني هاد التضخم في الارقام شيء كثير. انا مهاجم نعطيه 300 مليون مزيان، انا نجيب لعاب من الفتح ب 300 مليون، ودابا فريق روسي كيعطينا 600 مليون ولا 700 مليون، هذا بالنسبه لي انا ربح. لاعب عنده 20 عام وعنده مقومات كذا كذا، وكذا ما كماش انا نشوف العمليه راه شحال من واحد جبنا ب 300 وكان طوب وبدا ومن بعد ولا كيسوى التريال، هذه كتسمى الكره. ولكن فاش جبناه ها القيمه ديالو كيفاش كانت. المهم 12 لاعب في وسط الميدان كيكلفوا بوحدهم غير 12 لاعب كيكلفوا 3 المليار. دونك هذه المساله هذه كلها يعني حاولنا حنا اليوم الفريق اليوم عندنا 24 لاعب 24 عندنا 24 لاعب اليوم في الفريق الاول اللي هي رقم بالنسبه لي كوريكت بالنسبه لفريق محترف. هاد 24 لاعب 24 عقد احترافي، هادشي اللي عندنا دابا اليوم. والشيء الاخر حنا صيفطناه البلاصه فين خصو يمشي عند السي بوروين يمشي يخدم شويه يلا يوصل، شوف واش غيوصل باقي خصو الوقت. دونك هادشي عرفتي باش نحبسوا لي موغاجي، لان اش كيوقع دابا راه تيجي رئيس باش ما يدخلش في هادشي تيخليهم عندك اش غديروا سيروا بريطي وتنبعدوا نجي كيخلي 10 مورا 10 وكتبقى غادا حتى اليوم وصلنا ل 72. دابا حنا بغينا نحبسوا ونصحوا الوضع باش نعرفوا الارقام الحقيقيه وشكون اللي معانا وشكون اللي ما معاناش ونحاولوا نهيئوا الفريق ديالنا. المهم الارقام اللي قلت انا هادشي مازال غيجي الجمع العام غيشوفوا الارقام وغتشوفوا داكشي بالديتاي، ولكن حنا حاولنا ما امكن على اننا نصحوا بعض الامورات اللي خصها تصحح. وكاين بعض الامورات اللي تعرضنا فيه بالابتزاز كاع عند اللاعبين، كيقول لك انا غنمشي ولا عطيني وداكشي. شو هادشي حنا داكشي اللي عشنا في هذا الشهر زعما صعيب بزاف على اي مكتب مديري كان يواجهه، لان باش لاعب كيكون معاك وتيجيوك 10 ديال الانذارات في وقت واحد كلهم تيقول لك خلصنا دابا، عندنا مدرب الماني تيدوخ ما كيبقى يفهم والو كلشي 10 ما كيجي ما مولفش هادشي. دونك حنا حاولنا ما امكن. دابا يلاه بدا كيتعرف على الطبيعه ديالنا الطبيعه ديال النادي وداكشي.
المهم حنا كنحاولوا نعالجوا الوضع، ما عندناش عصا سحريه، ما عندناش وما عندناش كذوب باش نتفاهموا. حنا اليوم درنا واحد التركيبه بشريه اللي هي محترمه، يعني اللاعبين اللي عندنا اليوم واحد التركيبه بشريه اللي هي محترمه. الهدف الموسم الجاي هو اننا تكون عندنا مشاركه خارجيه لافريقيا، على اساس الموسم اللي جاي نحققوا سلسله من الالقاب المتتاليه. هذا هو الهدف. وكذلك على المستوى الشق المالي نديروا توازن مالي في النادي، ونحاولوا نخلصوا الديون ونقادوا الامورات على مستوى الهيكل. هذا هو الهدف. يمكن المدرب تيقول البطوله والكاس وداك الشيء مزيان، حتى حنا راه باغيين داك الشيء، حنا خدامين على هذا الشيء، ولكن حنا بالنسبه لنا حنا الموسم القادم حيدنا المانع، حيدنا شويه الكريدي، هبطنا. تكلمت على 6 المليار، حنا رجعناها دابا 4 المليار و700. دونك هي مجموع التعاقدات ديال النادي الفريق الاول هي 4 مليار و700، يعني من 6 المليار هبطتي ل 4 المليار و700 باش النادي يكون عنده واحد التوازن على مستوى الشق المالي. الملعب شوف انا ما ماشي حنا كنحدوا الملعب، حنا الملعب اللي عطاونا نلعبوا فيه. المهم هما نديو 3 ديال النقاط وتكون الامورات مزيانه، ما يكونش شغب، ما يكون مشاكل. مشكور الجمهور نادي الرجاء الرياضي في مقابله ديال الجيش، لان الجمهور كان جمهور مثالي وجمهور حضاري. يعني الشوب الاصطناعيه والاساليب التشجيع كانت مثاليه. اليوم عرفوا بان هذيك باش نعطيكم معلومه، في نهايه الموسم نورمالمون خصنا ناخذوا واحد الرقم اكس في ديال الترتيب، خدينا النص ديالو كله مشى. هذا شعل فلاما، هذا كذا. المهم هادشي كله عنده علاقه بالجمهور، ولكن من خلال التوعيه ومن خلال التواصل اللي داروه الاخوان، فكنظن بان الجمهور الرجاء كان جمهور مثالي اولا في التشجيع، كما كان جمهور مثالي في التشجيع وكان حضاري. ان شاء الله احنا اليوم الجماهير يعني عندنا وصلت واحد المستوى من الذكاء، ولا تعرفها المصلحه ديالها فين كاين.